مؤثرة فرنسية تهاجم مراهقتين مغربيتين في بهو فندق بمراكش. تواجه مؤثرة فرنسية معروفة تهما بالتهجم على قاصرتين مغربيتين في بهو فندق بمراكش وتهديدهما بالضرب، حيث نشرت مقطعا يوثق الواقعة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتجد نفسها وسط زوبعة انتقادات كبيرة. وحسب ما نقلته مصادر إعلامية فرنسية، فإن المؤثرة الفرنسية المعروفة باسم سامانثا جاكلين واسمها الحقيقي سامانثا بيتون قامت نهاية الأسبوع المنصرم بمفاجأة فتاتين قاصرتين ببهو فندق مراكش، متهمة إياهما بتتبع تحركاتها وتصويرها، وهددتهما بالضرب إن رأتهما مرة أخرى وسط ذهول الشابتين. وأفادت المصادر أن المؤثرة الفرنسية نشرت مقطع فيديو وثقته بنفسها وهي تقوم بتهديد القاصرتين وتوجه لهما وابلا من الشتائم، لتقوم والدة إحداهما بالتدخل، حيث فرت المؤثرة المثيرة للجدل بعدها مباشرة من المكان رفقة 4 شبان آخرين.